بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله، وجعلوا همتهم وصولا على الأرض. وما إن رآهم الأعداء حتى تفكروا وارتعدوا فزعا، فنزل الأصحاب النهر وأخذوا يملؤون قربهم والعباس يحميهم، حتى انتهوا فركبوا زيادهم راجعين. ولكن الجيش اعترضهم، فاشتبك الأنصار مع الأعداء، وأخذ العباس يقول بينهم مدثرا: ونبدو خواب الغمرات، ونبدو منكس الرايات، ونبدو مؤدي الأمانات، ونبدو مفرج الكربات، ونبدو محل المشكلات، ونبدو ليل الغزوات، ونبدو فلال الكتائب، ونبدو مظهر العجائب، ونبدو ليث بني خالد، ونبدو علي بن ابي طالب. فانفلت الكتائب وانكشف الجيش من بين يديه يدب بعضه بعضا. أبو الفضل يريد النزول إلى المشرع، فالأبطال ينظرون جاء إلى المشرع، وكان عند عارضات آلاف فارسا فتشبه أبو الفضل. التي على المشرع وجه العباس وكشفها عن الماء. وفضل اذهب الى ابن النفيل ولياتي بكتيبته. هيا كل فورا ابن النفيل والعشبات تنتظر. اذهب بكتيبته الى المشرع. انظر العباس هناك الماضي يده خاض الوراد، هيا سقوطه وشعبه والعطاش مسرق كبدته وسلعبه من الغرب غرفوده. وهكذا يقاتل بمسالكه، وصاح العين من الاعداء: ويحكم انكم لا تستطيعون مواجهه العباس الا بالغدر، استهزئوا الغدر. فصاروا يدخلون له من وراء اليمين، ثم كمن له لعيرا من ورائه لوابه على يمينه أطعنها. والله إني
البلاد